مبسوطة جدا مبدئيا ان الفولورز عندي كتروا وبقى في ناس كتير قوي بيستنوا الكولكشنز الجديدة، وفي ناس كتير قوي بتسألني عنها. فعشان كده بقيت حاسة ان انا في البيزنس بتاعي او في مشروعي ما ينفعش اعمل اي خطوة الا لما اصورها لكم واخليكم معايا فيها. النهاردة قررت اعمل كولكشن جديدة بمناسبة الهالوين. عايزة اعمل لكم كده افكار جديدة واديكم شوية افكار وانتوا بتعملوا كولكشنز جديدة، بس في نفس الوقت هرد على السؤال اللي كذا من حد سألهولي وفعلا هو مهم جدا، هو ازاي ان انا اسوق لمشروعي، ازاي ان انا اوصل لعدد كبير قوي من الناس في اقل فترة ممكنة، وازاي فعلا اكبر المشروع ده. قبل بس ما نبتدي عايزة اوضح لكم انا بعمل ايه في الفيديو. انا النهاردة هاخد 3 كوبايات زي ما انتوا شايفين الازاز عادي الجارز بتوعي، وهنستعمل شمع الصويا، هنستعمل برضو نوعين من الزيوت العطرية، هعمل فانيليا على قرفة عشان تتماشى مع الجو الخريفي اللي احنا فيه ده وكمان مع الهالوين. الكوبايات دي بتاخد 150 جرام شمع، انا مش عايزة امليها لغاية فوق، حملاها بس ربعها، فعشان كده بدأت ب150 جرام شمع، حط عليه 10% زيت عطري، بسيحه زي ما انتوا شايفين وهعمل الصب. مبدئيا كده اهم حاجة واول حاجة في التسويق للمشروع ان انا البرودكت او الحاجة اللي انا ببيعها تكون فعلا الكواليتي بتاعتها ممتازة، لان انا ممكن اعمل ماركتنج كامبين تحفة واسوق للمشروع واخلي الدنيا كلها تحفة واعمل كل الستبس المطلوبة مني، بس في الاخر البرودكت يظلمني ويظلم الشغل اللي انا بعمله ده كله. فلازم اول حاجة واهم حاجة اتأكد ان اللي انا بعرضه للناس هو فعلا احسن كواليتي موجودة واحسن سعر واحسن كل حاجة انا بعرضها فعلا. وده مهم عشان الناس اللي هتوصل لها مشروعي او هيوصل لها البرودكت بتاعي انا اضمن ان هم هيقولوا لناس تانية عنه، يعني هو مش هيقف عندهم، بل بالعكس. انا مثلا لو جبت كريم شعر جديد وعجبني وفعلا الكواليتي بتاعته كانت تحفة، انا هعمل ايه؟ هقول مثلا لاختي، هقول لصاحبتي عليه، هقول لقرايبي، هنشره اكتر. فهو ده اللي انا عايزة اوصله لكم، انه اهم حاجة الستيب 1 كده بسم الله الرحمن الرحيم انا بقدم منتج كويس. تمام؟ طيب تاني حاجة عشان اسوق للمشروع بتاعي هو السوشيال ميديا. لازم اعمل لنفسي اللي احنا بنقول عليه كده بلاتفورم في كل السوشيال ميديا، سواء كان فيسبوك سواء كان انستجرام، واكيد التيك توك. بعرض منتجاتي بطريقه بروفيشنال على قد ما اقدر، يعني محترفه، بصور حلو، لازم اهتم بكواليتي التصوير، لازم اهتم بشكل البرودكت انا هعرضه ازاي. اتكلمت قبل كده على اللوجو وعلى الاسم بتاع البرودكت، مهم جدا اسم المشروع ده من الاساسيات. لازم ابين ان انا فعلا بعرض حاجه شكلها نظيف وشكلها حلو وشكلها يستاهل ان انا اشتريها. مفهوم؟ اول حاجة كده لازم هبتدي يا اما هجيب مصور احترافي يصور لي المنتج بتاعي، يا اما انا هصوره مع نفسي. وموضوع التصوير ده يعني سهل جدا صدقوني. ممكن نعمل فيديو عن ازاي نظبط الخلفية بتاعة البرودكتس عشان نطلعهم حلوين، ازاي نصور حلو، فما تقلقوش من الحتة دي، ممكن نعملها مع بعض سوا. بس اللي انا عايزة اوصله لكم ان انتوا لازم تبتدوا تنزلوا على السوشيال ميديا، ولما توصلوا لعدد معين، يعني مثلا خلينا نقول وصلتوا ل20 بوست على كل من منصات التواصل الاجتماعي، هتبتدوا بقى نعمل ايه؟ الخطوة اللي بعدها وهي ان انا انزل بازارات، ان انا انزل اعمل وركشوبس، ان انا انزل اعمل اكتيفيتيز، ان انا اعرف اكبر قدر ممكن من البشر على المشروع بتاعي. انزل المدارس اعمل لهم وركشوبس مثلا هناك واعلم الاطفال ازاي يصنعوا الشمع كنوع من انواع الاكتيفيتيز ليهم. اروح النوادي بتعرض حاجات زي كده دلوقتي. في مصر هنا موجودة فكرة البازارات وموجودة في كل حتة. بس هنا نصيحة من اختكم الكبيرة او مش كبيرة قوي بس اختكم اللي عندها خبرة اكتر، البازارات لازم تعملوا الواجب بتاعكم وتدرسوها حلو قوي قبل ما تحطوا رجلكم فيها، لان في بازارات بتنجح وبتطلعكم وبتوصلوا بيها اللي انتوا عايزينه، وفي بازارات كأنكم ما دخلتوهاش. لازم اول حاجة بتشوفوا مين اللي عامل البازار،
عشان في ناس بيبقوا شاطرين جدا 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 في موضوع البازار ده، بيبقوا عارفين ازاي يحطوا الترابيزات جنب بعضها بطريقة تبين مكانكم، يعني بيدوكوا موقع استراتيجي. غير كده هم بيعلنوا عن البازارات بطريقة بتخلي الناس كلها عارفة ان في بازار هيحصل في المكان الفلاني اليوم كذا الساعة كذا، فبتشجع الناس ان هي تروح. فبيبقى في بازارات مليانة، يعني في عدد كبير قوي فيها ومعروفة ومشهورة والناس بتروح لها مخصوص، وفي بازارات يعني حتى يوم البازار الناس مش عارفة ان هو اصلا موجود. فعشان كده انا بقول لكم الموضوع ده بيفرق جدا جدا جدا، ان انا لازم اعرف مين اللي هم المنظمين للبازار ده، هل عاملين الواجب بتاعهم وعاملين ماركتينج حلو، هم ناشرين اصلا ان في بازار وكده وعارفين يتعاملوا ولا لا. فدي حاجة مهمة جدا. طيب انا دلوقتي عملنا الخطوات الاساسية، ان احنا ظبطنا البرودكت، ظبطنا الاسم وظبطنا الشكل بتاع البرودكت بتاعي، وعملنا السوشيال ميديا بلاتفورمز وعلنت عنه وسوقت له كله تمام. وبعد كده عملت اللي انا الاكتيفيتيز ونزلت البازارات، ولسه حاسه ان انا شغلي واقف. هعمل ايه؟ هبتدي اكلم الناس اللي هم البلوجرز، ودي خطوة انا لا انصح بيها في الاول خالص، ما تعملوهاش في الاول. انتوا لسه بادين، انتوا مش عايزين تصرفوا كتير، والناس دي ساعات بتطلب مبالغ هبلة. فانا بنصحكم انه لو عرفتوا توصلوا لبلوجرز تعمل لكم اعلانات بمبلغ بسيط جدا او بهدايا، اوكي جو فور ات، انا انصحكم اوكي ماشي انا موافقة. بس لو في ناس طلبت منكم فلوس انا لست مع هذا الفكرة خالص. لان في فعلا ناس مستغلة جدا وانتوا لسه بادين الشغل، فمش شرط خالص ان انتوا تروحوا في الاتجاه ده في الاول. تمام، ممكن قدام شوية لما تلاقوا ان محتاجين زقة او حاسين ان انتوا عايزين تعملوا كده اوكي. بس انا انصحكم في الاول بلاش بلوجرز. في بلوجرز محترمين بيطلبوا حاجة بسيطة او بيطلبوا بس ان هم تديهم المنتج وهم هيصوروه لو عجبهم، لو ما عجبهمش مش هيصوروه. ساعتها ده بيبقى نوع من انواع ليكوا انتوا، مفيد ليكوا ان انتوا تعرفوا الغلط اللي فيه. هم هيقولوا لكم يعني مثلا لو انتوا بعتوا الهدية وهم ما عملوش الاعلان او ما عجبهمش لسبب ما، ممكن ساعتها تسألوا ليه ما عملتوش الاعلان او ليه ما عجبكمش، ودي حاجة عادية جدا ومن حقكم. فبرضو ده بيخليكوا تعرفوا ايه الوحش في المنتج بتاعكم. انتوا مركزين معايا في الفيديو ولا ايه؟ شايفين الجمال ده؟ عملت الثلاث اشكال اهي، ودي اللي هي الكاندل كرامبلز، وكنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده، هحط لكم لينك هنا وفي الديسكريبشن بوكس لو عايزين تعرفوا ازاي بنعمل الكاندل كرامبلز. فدي فكرت ان احنا نحطها كده تحت الاشكال علشان برضو تدي اللي هي يعني حاجة كده سبوكي شوية او حاجة مخيفة يعني. ففعلا شكلها طلع حلو قوي، كله هيبان وكله هتشوفوه في الفيديو. تعالوا نكمل موضوع النهاردة وهو التسويق. ايه هي الحاجة كمان اللي ممكن تساعدنا في التسويق؟ هي الاعلانات الممولة، ودي بتبقى موجودة على الفيسبوك وبتبقى موجودة على الانستجرام. وهي بتعمل ايه؟ هي بيبقى اعلان بحطه على نوع معين من الفيديوهات او الريلز اللي انا عاملاها، بتساعدني ان الريلز ده او الفيديو ده ينتشر اكتر. يعني مثلا انا صورت فيديو وحاسه ان هو تصويره حلو قوي واحترافي وفعلا يستاهل ان هو يوصل لناس كتير، وشايفه ان الفيديو ده يعني لو ناس كتير شافته هيشجعها ان هي تشتري من المنتجات بتاعتي. يعني انا مصوراها حلو قوي لدرجة ان انا شخصيا شايفة ان هو يستاهل يوصل لأكبر عدد ممكن. فساعتها بعمل ايه؟ ساعتها بعمل اعلانات الممولة. بس يا جماعة لازم اركز انه فعلا الاعلان اللي هعمله يكون لفيديو فعلا يستاهل، عشان هو ممكن يوصل لناس كتير وادفع عليه فلوس وهو يعني ما يكونش الكواليتي بتاعته كويسة او ما يكونش مشجع ان الناس تشتري، فبيكون بضيع فلوس وبضيع وقت وبضيع جهد. فاهمين قصدي ايه؟ طيب ايه مميزات الاعلانات الممولة دي؟ ان هي اول حاجة بتساعدني ان انا احدد مين الناس اللي عايزة اوصل لهم. من ناحية ايه؟ من ناحية هم عايشين فين،
يعني انا مثلا لو ببيع في مصر بس، ممكن احدد اقول ان انا عايزة الفيديوهات او الفيديو ده يوصل للاشخاص الموجودين في مصر بس، ما يوصلش للناس اللي بره. ده اوبشن، انا عندي القدرة ان انا اعمل كده. طيب انا مثلا بستهدف فئة عمرية معينة، بستهدف الناس اللي هم في العشرينات، في الثلاثينات، في الاربعينات، على حسب المنتج بتاعي. انا دلوقتي مش بتكلم على الشموع بس، انا بتكلم عامة. انا المنتج بتاعي مثلا خاص بالناس اللي هم في السن ده، فهو الاعلانات الممولة بتسمح لي ان انا احدد الاشخاص اللي انا عايزة اوصل لهم. انا عايزة مثلا اوصل لفئة عمرية معينة، فبكتب الفئة العمرية دي. فهي دي فايدة الإعلانات دي اللي هي بتبقى على الانستجرام أو بتبقى على الفيسبوك، إن هي بتساعدني أوصل للعملاء بتوعي أو الناس اللي أنا شايفة إن هم في احتمالية كبيرة لو شافوا الفيديو بتاعي يشتروا مني. فهي دي فايدتها. وحاجة كمان، هي بتبقى مبلغ معين من الفلوس، وبتبقى لوقت معين، وبعد ما الوقت ده بيعدي، يعني مثلا فرضنا ان انا طلبت ان الاعلان ده يفضل وادفع فلوسه ان هو يفضل لمدة اسبوع. بعد الاسبوع ده ما بيخلص، هما بيبعتولي زي ايه، زي ريبورت. ايه الريبورت ده؟ عبارة عن بيقول لي فيه الاعلان ده وصل كم عدد من الناس، مين الناس اللي اتفاعلت مع الاعلان وفتحت وشافت الصفحة بتاعتي، وصل اكتر من للناس، الفئة العمرية بتاعتها كام، يعني مين اللي كان مهتم في المشروع بتاعي او مهتم بالبرودكت بتاعي في انهي فئة عمرية. فده برضو بيساعدني قدام ان انا لما اعمل اعلان تاني اظبط الحاجات دي اللي هي ظهرت لي واللي انا ما كنتش واخده بالي منها قبل ما اعمل الاعلانات المموله. فانا شايفه ان الخطوه دي مهمه جدا، زي ما الخطوة اللي انا بعملها كده في الفيديو مهمة جدا، وهي ان انا بنضف الكوبايات كويس قوي من بره علشان اتأكد ان هي نظيفة كده وبتبرق وما فيهاش بقى بواقي شمع ولا الكلام ده. انا بعد لما خلصت كنت بفكر احط لون اسود اوكي في العينين والبق، بس حسيت ان انا ممكن برضو لو حطيت الوان مايكا اللي هي الذهبي اللي حطيناها في الاول زودت عليها هيبقى شكلها احلى. ففي الفيديو ده عملت كده وحطيت الوان المايكا زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس مش عارفة، حاسة ان انا بعد لما خلصت مايلة اكتر ان انا اغير اللون واعمله اسود. اكتبولي في الكومنتس ايه رأيكم في الموضوع ده، لو مفروض ان انا اغير الالوان واعملها اسود ولا خليها الوان كده ذهبي زي ما انا عاملة في الفيديو. طيب نرجع لموضوعنا، ايه تاني محتاجة اعمله علشان اسوق صح او اعمل ماركتينج كامبين صح للمشروع بتاعي؟ في حاجة مهمة جدا وناس عادة بتنساها، وهي القرايب والصحاب. اوكي، القرايب والصحاب ده وقتهم علشان يدعموكوا، لو ما عملوش كده يبقى هم لا قرايب ولا صحاب. مفروض ان انا اول ما بنزل بالمشروع بتاعي اقل واجب من اقرب الناس ليا ان هي تشجعني ازاي؟ ان هي بكل بساطة هتبعت للجروبات بتاعتها، هتبعت للناس اللي معاها مثلا في المدرسة او الناس اللي معاها في الجامعة او الناس اللي معاها في الشغل، هتبعت لجيرانها. المهم لازم يكون في نوع من انواع الدعم منهم. اوكي، وده انا حاجة بحسها يعني مهمة جدا، ومش كل الناس بتعملها للأسف، بس هي حاجة مهمة جدا. انا دلوقتي بكلم قرايب اصحاب المشاريع، بقول لكم انه مش شرط خالص ان انتوا تشتروا منهم، بس ان انتوا تزودوا لهم عدد الفولورز او عدد المتابعين والعملاء، هيبقى بالنسبه لهم حاجه مهمه ونوع من انواع الدعم برضو. بالنسبه بقى للست اللي انا عاملاها اللي شكلها تحفه، انا شايفاها مفروض تبقى موجوده في كل بيت بجد، من احلى الكاندل سيتس اللي انا عملتها. ابعتوها على الانستجرام لو عايزينها، هعملها لكم with a good offer. حاجه كمان، انا عارفة ان انتوا مستنيين مني الفيديوز بتاعة اللوجوز والويب سايت وازاي نعمل ديزاين ليهم. الفيديو الاتنين دول انا بحضرهم، هما طوال بس شوية فلازم اعمل لهم اديت حلو، فاصبروا عليا ان شاء الله الاسبوع الجاي ينزلوا مع بعض. بحبكم جدا، باي باي.